ايه الفرق في تمرينة اللات بول داون اللي هو السحب العالي لتمرينة الظهر بين المسكة العادية والمسكة المقلوبة والمسكة الضيقة؟ خلينا نتفق ان جميع التمارين دي بتستهدف نفس العضلة وهي عضلة اللاتس او عضلة الماجنوس، ولكن تغيير القبضة بيغير زاوية السحب وبيغير العضلات المساعدة للعضلة الأساسية اللي هي عضلة اللات. فزي ما اتفقنا ان جميع القبضات دي بتستهدف عضلة اللاتس اللي هي المسكة العادية او المقلوبة او المسكة الضيقة، ولكن كل مسكة منهم بتستهدف عضلة اكتر من الثانية. فعندك مثلا تمرين اللات بول داون بيركز اكتر على عضله اللاتس وبيعزلها بشكل كبير جدا، فالتمرين ده يعتبر هو التمرين المناسب لو انت حابب ان ظهر يكون اعرض. وكمان التمرين ده بيستهدف عضلات زي التيرس ماجور وبيستهدف عضلات زي الرومبويد والترابيزيوس. بالنسبه بقى للقبضه المعكوسه، فالقبضه دي بتستهدف اكتر اسفل المجنس بجانب المجنس، ولكن المجنس من تحت بيتم استهدافه بشكل اكبر بكتير من التمارين الثانيه. اما بقى التمرين بالقبضه الضيقه، فالتمرين ده اكتر بيركز على الميدل باك، فبيركز اكتر على السمك اكتر من انه بيركز على مساحه او عرض الظهر. لو عجبك الفيديو ده اعمل فولو عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده.